عسلامة، شنحوالكم الناس الكل إن شاء الله تكونوا في خير ونعمة. اليوم دبارتي في الفطور شباتي المسكرة، يقولوا لها شباتي المهدية، أما هذية شباتي المهدية ما غير خميرة معناتها ما تتخمرش العجينة، أما أني باش نعملها مخمرة. بحسيلو باش نحط فيه العظم والتن والهريسة وزيت الزيتونة هذاك باش نحل به العجينة، الموتزاريلا للي يحب، والجبن العادي هذاك المثلث. باهي عندي أني العجينة متاع البيتزا، حاسيلو أني كي تبقى لي عجينة مثلا هكا قبل بنهار نهارين عملت بيتزا وبقات منها من هذيك نخبيها نحطها في الفريجيدير معناتها من الفوق في الكونجيلاتور ونخليها تقعد هي بعد كي نخرجها نلقاها هي بالعكس معناتها تزيد تولي لينة أكثر محليها تولي، خاطر ديما قد ما هي تزيد تبيت متاع البيتزا ديما كل ما هي تبدا ديما خير. حسيلو شو محليها كيفاش تري هكا وسوبل. يعني خدمتها بالكدا معناتها عجنتها بالكدا الساعة من الأول وقت اللي عملتها نهارتها، وزيد كلي باتت وكله محليها ولات. حاسيلو هي تتجمد وكل وبعد تخليها قبل بساعة ساعتين هكاكا تخرجها تولي ترجع كيما كانت كيما هكاكا. على كل خرجتك العجينة حاسيلو ولات لينة، باش نعمل لهم كعبات شباتي كبار معناتها اللي ياكل كعيبة ما عادش يقول لي زيدني، معناتها ما نقعدش نعمل معناتها في كل واحد زوز وكل. حاسيلو هذيك الكعبة الأولى باش نحلها بالباهي وكل، حطيت شوية زيت على الرخامة وباش نحلها بالقلقال من الأول، وبعديك باش تسهيل لي على خاطر هي باش نعملها شوية بالزيت من الأول على الرخامة باش تسهيل الحلين نتاعها شوية سهلة. حاسيلو إيمان تحاول تتكلم صغيرة هي عمرها عام هاكي تحاول كل ما ترانا نحكي ولا نتكلم وهي تحاول تتكلم كيفنا. حاسيلو حليت العجينة باش نحط له، عندي وليد يحب الفرماج وليد لي وتوا ولا يحب اللي ما يحبش وكل ولا سافا ولا يحب الفرماج، مش في كل شيء مثلا في هيك في شاباتي ولا حاجة اللي ما يحبش ماذا بيها ما فيها حتى شيء. كاين الهريسة والتن أكاها. حاسيلو حطيت كعبة الفرماج وباش نحلها بالزيت. الزيت اني بردته بالزيت الزيتونة الهريسة استغفر الله. حطيت الفرماج والهريسة بردتها بالزيت الزيتونة، يعني صبيت فيها برشا زيت زيتونة وخلطتها لين بردت معناتها. قد ما نحط اني هكاكا وكل حمرة راهي مش حارة كهو. هيت 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 باش نعطيك باش نوكلك. حط هي هيك لهنايا. هيا هاي وهكاكا باش نحط لها العظيمة ونزيد نشخشخها بالتن وشوية موتزاريلا للي يحب الموتزاريلا. هذه الكعيبة الأولى لحظة. سكرتها وحطيت شوية زيت هيك قطرات متاع زيت اللي باش نطيب فيه. سكرتها بالكدا هكاكا باش ما تحليش حتى من بعد كيف معناتها ناكلوها تبدا مسكرة ما تتحلش. بديت نحضر في الكعيبة الثانية.
كيف حطيت لها شوية الهريسة مش باش نحط الفرomage خاطر ولدي الثاني ما يحبش الفرomage في الشاباتي، حطيت له العظمة وباش نزيدو عليها شوية تون، نقلب الأخرى وكيما شاء الله عملت وجه وكل، منقّص عليها يعني الغاز باش تطيب بالكدا معناتها ما تتحرقش وهي تقعد نية، باش نزيد نحط الفرomage التون فوق العظيمة ونسكرها كيما العادة. ونحطها تطيب بحذا وخيّتها. هاكا اللي يحير وهكا ديما يقلق من المرقة ومن الكسكسي ومن المقارونة ومن حاسيلو كل ما هي حاجة مرقة وكل، هاكا يحب حاجة هيك شايحة وفيسع فيسع وتشبع خاصة كي تعمل هيك معناتها برشا كمية برشا ولا تعمل كعبة كبيرة وكل حاسيلو تشبع وكل الصغيرات تدور تعمل هيك شاباتي الحقيقة محليه وحاجة بنينة هكاها. نكملوا الكعيبة الأخرى وهكاكا طابت الكعيبة الأولى وخليت الثانية طابوا الكعبتين وخليت الثالثة تطيب في عقلها هكاها باش نحط لهم توا يفطروا منهم. وباش نحضر كعيبة صغيرة الأمونة حتى أمونة تاكل راهو الشاباتي مش كان احنا هي صغيرة راهو عمرها عام ديما هكاكا تحسها طرية يعني الكعبة وكل مش باش نحط لها فيها حتى شي كان الفرماج نحط لها الفرماج وشوية زيت هكا ونطيب لها كعيبة وتقعد هكا تاكل فيها بشوية بشوية هي عندها سنينات صغيرين هكا من قدام حاسيل وحتى أمونة زادت تاكلها وكي حط لها كعبتها تطيب.
وتوا باش نحضّر كعبة أخرى للولاد. الكعبة هذيا فيها اسكالوب، فيها البطاطا اللي هُما ما يحبوهمش الصغار، يحبوا معناتها بالتُن أظن وتُن وهريسة هكا. حاسيلو باش نحط له فرماج وباش نحط له الهريسة. باش نحط لها توا الاسكالوب باش نزيدها زيت التُن، باش نحط لها الموتزاريلا حاسيلو باش نشخشخها. كعبة شاباتي مليانة، ومن بعد نزيدها العظمة ونزيد البطاطا. وهكا حضرت كعبة الشاباتي، واللي بقى من البطاطا والسكالوب حطيته في ساندويتش كيف العادة، فيه الهريسة والبطاطا والسكالوب وفيه زيادة جبن. هكا هاو هذيا كانت تبارت فطور معناتها فطور نص النهار. وليت بارت العشاء عملت روز جربي، هو مش روز جربي، في عوض الروز حطيت شوربة أخف من الروز. حاسيلو معاه سكالوب قصيتهم جويدة. إني نغليها شوية سكالوب ولا دجاج نغليه شوية في شوية ملح وكل. حاسيلو حطيت شوية السكالوب، حطيت السلق المعدنوس، السفنارية قصيتها جويدة. وتوا باش نبدا نفوح. عندي النعناع الشايح، باش نحط شوية نعناع شايح و خاطر يفوح محلاه تولي معناتها أصلا كالدوارة ريحتها وكل. حطيت لها النعناع الشايح وباش نفوحها شوية ملح، والملح بالطبيعة والفلفل الأكحل، مغرفة طماطم الفلفل زينة. مش باش نحط برشا فلفل أحمر على خاطر باش نحب نوكل معناتها عندي ولادي ما يحبوش معناتها حاجة حارة وكل، يعني نقصلهم وبنتي زادة باش معناتها نوكلها إني ساعات معايا وكل، هي عمرها عام وكل، أما نوكلها معانا من الماكلة اللي نطيبها إني وكل. حاسيلو هاكا حطيت بديت نفوح باش نحط الملح ومن بعديكا نذوق ونزيد، إذا كان هي ناقصة توا نزيدها حتى وكان هي قاعدة تطيب. باش نحط مغرفة برك طماطم باش ما تقرصهاش ولا حاجة هكا، هي مغرفة ما شاء الله معناتها شوية باهية. حطيت رطل خاطر إني شوربة مش برشا، جوست عشية هاو هو رطل ما شاء الله معناتها الكسكيس جاي مليان معناتها تعشينا منه وزيدنا غدوة كيا معناتها اللي يحب يعاود يسخن منه زدنا منه معناتها مرة أخرى. هذايا الفلفل الأحمر هو مزيان، لكن الأحمر المزيان معناتها أصلا يزينها وكل. حطيت شوية، لكن انتوما تراو برشا لكن هي شوية هيكيا.
هكاها وحاسيلها باش نخلطها وحطيت زيت زيتونة. نسيت في الآخر بعد ما حطيته يغلي وكل معناتها على الغاز وكل، نسيت البصل، زدته في الآخر حاسيلو هو فوق النار، زدت قصيت هكا راس بصل الأخضر هيك فهمت بالعشرة نتاعو، قصيته كجويد وحطيته وكل ذايب الكل، حاسيلو جد مفوحة محليها بنينة بنينة. إني في العادة ما نطيبهاش، في العادة معناتها كي نمشي لدارنا دا أمي ديما تعملها تحبها، وزيد عندي خويا يحبها وكل معناتها، وبنات خويا زيدا معناتها كلي أمي طيبها للعائلة وكل تعجبهم وكل، لكن اللي كي نمشي الحقيقة تقرا لي حسابي طيبها لنا وكل، هاو كان نهزو منها غرضنا واحنا غاديكا وكهو ما نطيبهاش إني الحقيقة. علاش؟ على خاطر ولادي ما كانوش يحبوها، حبوها من دارنا كي يمشيو لدارنا ياكلوها غاديكا. هاوكا عملتها لهم المرة هذيا وقلت لهم تمشيش ما تاكلوهاش وتخليها باش نعمل بيها الكل تمشي للدجاج. حاسيلو هو هاوكا نصيبهم هما لما حالة كل حاجة لشكون تكتب. ايه ما كوميم كل حاجة باش نطيبها هما ياكلوهاش معناتها نلوحها. هاي سألتهم شاورتهم قالوا لي لا لا كان كيما هذيك كيما تاع يا مسالش. حليت الماء، حطيت الماء يسخن في المقفول وتوا باش نحط باش نزيد نخلطها بالباهي بالباهي باش هاك اللفاح نتاعها الكل يدخل في بعضه وكل، ونحطها تغلي على روحها. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، اللي يعجبه الفيديو يدخل يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس باش معناتها معناتها كي يدخل اي فيديو جديد يراه كل ويعمل جيم. وصلوني للألف أبوني، هاكا مش طالبة برشا، إني 1000 أبوني كهو مش طالبة برشا. كهو هكيكا فما فكرة قالت لي عليها أمي لما حالة في ال في ال في المقفول معناتها اللي باش تحط فيه الماء يغلي وكل، حط زوز مغارف زوز مغارف في الماء وكل باش ما يفورش الماء هذاك. كي الماء هذاك يفور يوصل للشوربة معناتها للكسكاس وكل، حاسيلو باش ما معناتها كيما يقولوا ما تلبزش هكا ما توليش كلها ماء هكاها. وحاسيلو جربتها هاني حطيتها وصافا معناتها ما الماء اصلا ما الماء ما فارش ما عملش شكل الفورة فهمت هكاها. حاسيلو هاك كل مرة نتعلموا حاجة من ماتنا وما كنسي الكبار اللي العادات والقواعد الكل عندهم. حسيت إني ذقتها لما حالة زدتها شوية ملح خاطر حسيتها مسوسة كاها، وهاكا زدتها شوية ملح وزدت عاودت خلطتها. هي من منظرها شبابة مزيانة الحقيقة، هاكي ظاهرة مزيانة وكي طابت زادة ما شاء الله وكل فيها. ما حطيت ليش برشا فيها، ما حطيت حتى شيء، كان الفلفل الأكحل والملح والنعناع الشايح وجات بنينة بنينة ما شاء الله فايحة. حتى وهي ناقصة الحمص لما حالة وإني ما عنديش حمص ما نفختش الحمص وما مشيتش شريت معناتها حاضر زيادة. وليت هكيكا معناتها عملته باللي كتب ربي باللي عندي وكل ناقص الجلبانة زيادة، أما ما شاء الله جاي فاوح وبنين ومعناتها فيها خاصة السلق وكل معناتها حاجة صحية وكل فيها الحديد هكا ما شاء الله تعشينا بيه وطاب وفاوح والحمد لله. حسيلو نقول لكم في زمانة ربي وما تنسيوش تعملوا لي اشتراك، تدخلوا القناة وتشتركوا في
في القناة وكيكا باش تشجعوني باش نستمر ديما نعمل فيديوهات، ويعيشكم وتصبح على خير.